السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباحكم رضا من الرحمن. تعالوا النهاردة رمضان جايين، كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يا رب يكون عليكم بالخير، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا النهاردة نجهز مع بعض كده لما مش هنقول عزومة، لأن الناس يعني صعب أوي كلمة عزومة عليها في الوقت ده، بس هقولك ازاي برضو تقدري تعملي عزومة عشان تتجمعي انت وحبايبك في رمضان في أي مناسبة. يعني بمعنى أصح هنعمل عزومة اقتصادية مشرفة وتكون على قد الميزانية. تعالوا النهاردة نشوف أفكارنا ونشوف كمان جهزناها بالسرعة الجميلة دي، وازاي تقدري تعمليها بكل سهولة. طيب، أول حاجة أنا معايا النهاردة جوز فراخ شامورت. طبعا النهارده هنعمل فراخ بس يا جماعه، خلاص بقى انسي ان انت نعمل زي زمان فراخ ولحمه وكفته ومش عارفه وبانيه لا لا لا، هو بصي حاجه نوع واحد بس من انواع اللحوم، لا فراخ لا لحمه، ويفضل الفراخ بترمي برضو كميه حلوه كده، وفي نفس الوقت سعرها برضو ايه احن شويه. طيب احنا عملنا ايه دلوقتي؟ انا تبلت الفراخ لان انا هحشيها. لازم قبل ما تعملي مثلا هتعملي حشو للفراخ، هتعملي فراخ محشية او بط او اي حاجة، لازم تتبليه تتبيلة كويس. الخلطة اللي هحشيها بيها الرز بتاع النهاردة انا هحشيها رز. الخلطة دي بقى بصي احفظيها، احلى حاجة للفراخ والبط وللحمام الكذاب، لكن الحمام العادي لا. فدي للفراخ خصوصا جميلة جدا. انا بعمل ايه يا جماعة؟ باخد حبة رز كده في حتة سمنة، طبعا اي نوع سمنة عندك، مش هقول لا بلدي ولا غير بلدي، اي نوع سمنة عندك. ابتدي كده حمري حبة رز، اول ما يتحمروا انزلي بحبة تانيين، يعني ما تنزليش بالرز مرة واحدة، حبة حبة زي ما انتوا شايفين كده. النار تكون ايه وسط كده، يتحمروا انزل ايه بحبة تانيين. الفرختين دول يعني انا حاطه لهم كده تقديريا في حدود يعني زيادة عن ربع كيلو رز كده، بحاجات بسيطة. الطريقة دي رهيبة جدا جدا يا جماعة. أنا كده خلاص خلصت كمية الرز كلها أهو زي ما انتوا شايفين كده، حمرناه. طيب بعد ما بنحمره بنعمل ايه؟ أنا مجهزة بصلاية حط عليها ملح وفلفل كتير شوية، حبة من الكاري، حبة من البهارات السبعة، حبة قرفة لو انت حباها بتدي ريحة حلوة قوي في الحشوات. أي حشو حطي فيه حبة قرفة كده صغير. اول اصلا انت ما بتنزلي بالبصلايه دي كده بعد ما بتحمري الرز، ريحه الشقه بتبقى رهيبه، الريحه دي بتنزل لاخر الشارع، ريحتها بتبقى جميله جدا. طب معانا ايه كمان؟ قد يعني ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه هننزل عليها ونسيبها بمجرد دقيقتين كده، نهدي النار، وبعد كده نبتدي ان احنا نحشي الفراخ بتاعتنا. الفراخ دي شمرت يعني ما بتاخدش سوا. طيب لو فراخ عتائي اللي هي بتاخد سوا، حطي الرز من غير ما تحطي له الميه، يعني مجرد ان انت تحمري الرز تنزلي عليه بالبصلايه النيه دي، بصلايه نيه ومتبله زي ما قلت لك بالتوابل اللي عليها دي، قلبيها وابتدي احشي الفراخ كده. هتستوي الرز، هيستوي يبقى مفلفل وجميل. لكن دي علشان فراخ شمرت ما بتاخدش سوا يا جماعة. الفراخ دي اول ما تحشيها وتيجي تسويها هتحطيها على النار بتاع ساعة الا ربع، ما تزيدش عن كده، علشان لو زادت عن كده هتتهري منك. تمام اهو زي ما قلت لك اهو. هنبتدي بقى ان احنا نسلقها. تمام اهو. هنحط بقى بصل وطماطم، ورق لورو، حبتين حبهان، وحبة فلفل، وقرب ما تستوي كده نحط الملح بتاعها، نسيبها تستوي. وزي ما قلت لك الاول النار بتبقى مجرد انها تغلي هدي عليها النار وتستوي ساعة الا ربع وتطفي عليها. تمام كده. تعالوا بينا نشوف عملنا ايه. طيب عاوزة افكركم بحاجة، اللي احنا كنا مجهزين العزومة دي، كنا مجهزينها، وده اللي انا بقولك عليه. احنا دلوقتي عملنا ايه؟ كنا مسبكين من الفيديو اللي فات، اللي ما شافوش هتلاقيه موجود على القناة دي، واشتركوا في القناة علشان انتوا فاكرين اللي انتوا مشتركين، لا انتوا مشتركين في القناة الكبيرة. القناة الصغيرة فيها وصفات حلوة، فيها روتينات هتشجعكم، وفيها حاجات جميلة قوي. طبعا احنا كنا مجهزين العزومة يا جماعة، او انت هتتجمع، مش هقول عزومة، امشي يا عزومة امشي، الناس مش مستحملة. هنتجمع احنا وحبايبنا، اخواتنا، امنا، حماتي، يعني انا النهارده عازمه حماتي. تمام، فالغلا مش هيمنعنا نتجمع، وزي ما قلنا
اي حاجة بسيطة مش مشكلة، مش ضروري ان احنا بقى نجهد نفسنا في الفلوس ونتعب. لا يا جماعة، الجود بالموجود، واللي بيحبك هياكل معاك ان شاء الله لقمة بملح. المهم برضو ما نتفرقش. فانا النهارده حماتي كانت جايالي، بصوا بقى انا هنا بوريكم الحله دي اللي كنت مسبكه فيها، هحشي فيها. مين بيعمل زيي؟ انا لسه مفضيه الصلصه اهو. طبعا بيبقى مطرحها طماطم كده وحاجه بتخلي المحشي لونه احمر وجميل. بنحط كده ورق الكرنب اللي هو التخين او اللي العيدان بتاعته تخينه، نحط حته بصله صغننه وحته فلفل صغننه وحته طماطم صغننه، عشان محدش يقول لي ده البصل صغنن، بس بتدي ريحه حلوه قوي للمحشي. دي حله كمان هعمل فيها ورق عنب. بقى ما انا حماتي جايه قلت ارضيها بقى، اعمل لها الحاجات اللي هي بتحبها. دايما كانت تقول لي خلي بالك، دي مش هي اللي بتقول لي، دي امي كانت تقول لي خلي بالك يا سهير، دعوة الحما في السماء، اوعي تغضبي حماتك، علشان الحما برضو مش زي الام، ممكن تدعي دعوة كده من القلب فيستجاب ليها لو انت مزعلاها طبعا. وبرضو مسيرنا في يوم من الايام، وده اللي بيحصل، مسيرك يا مرات ابني هتبقى حما، كما تدين تدان. ده يعني هيحصل اللي بتعمليه هيتعمل فيكي. بس هو ده اللي بنقول، نراعي ربنا في كل حاجة، وبرضو حماتنا تراعي ربنا فينا. انا مش بقول كده يا جماعة ان كل حاجة، برضو بصوا الحياة مش مستحملة، الكل يراعي ربنا. بس حشينا المحشي وانا بتكلم معاكم، حشينا ورق العنب، هنبتدي نسويه. بصي بقى، الطبق ده مهم جدا، ما تغطيش كمان المحشي بالشوربة لحد اخر سطر، خلي السطر اللي فوق ما يبقاش واصل له الشوربة. وحطي الطبق كده، واول ما يغلي هدي النار وهيستوي، علشان اللي بيقول لي المحشي مش بيستوي معانا. ما تسويش كمان المحشي كده في الحله، حطيه من تحت والله زي ما بقول لك. والطبق ده ضروري جدا. الفراخ طبعا انا شلتها من الشوربه بعد ما استوت، بحط عليها طماطم، وبحط عليها حبه ملح وفلفل وحبه شطه، بس ما حطيتش شطه عشان خاطر حماتي. تمام. وبتدخليها تحت الشوايه، بتبقى خطيره جدا، ولا نحمر ولا نبهدل ولا زيت ولا كل ده، تحت الشوايه. بس بتحطي على الطماطم حته سمنه بقى، حته سمنه مع حبه زيت كده، بيبقى لونهم رهيب وطعمهم خطير. انا هنا بقى بعمل صينيه الرقاق. حماتي بتحب صينيه الرقاق مني يا جدعان، فقلت بقى اعملها. بصي بقى تركه مهمه جدا للرقاق، انا بعمل رقاق ناشف. اول ورقه في الصينيه بتبلي ناحيه واحده بس، الناحيه اللي في قعر الصينيه تبقى ناشفه، ناحيه واحده بس. وبرده كذلك اخر ورقه بتبلي ناحيه واحده بس، واللي من فوق بتبقى ناشفه. ليه بقى؟ علشان تبقى مقرمشه وتتقلب معاكي بسهوله وما تتقطعش، وانت بتقلبي تلاقي الصينيه الحشو وقع والكلام من ده. احلى صينيه رقاق تاكليها من فوق البوتاجاز. بصوا انا هنا عملت اخر ورقه يا دوب، بصوا اللي من فوق ناشفه اهو، واول ورقه نفس النظام، وبتسويها على نار وسط، وبعد كده هنقلبها. افضل كتير من اللي بتتحط في الفرن يا جماعه، وكشكل وككل حاجه. طب حطيتي كم ورقه رقاق في الصينيه يا سهير؟ بحط 4 تحت و4 فوق، والحشو في النص. صينيه الرقاق بتحط لها ربع كيلو لحمه مفرومه، بس كتري البصل شويه. وبعد ما بنقلبها بصوا اتقلبت بكل سهوله ازاي وطلعت، علشان ورقه الرقاق ناشفه. بنحط حته سمنه وحبه زيت ذره، بيديها قرمشه وطعم جميل اهو. بصي بقى اما اجي ادخلها في الصينيه تاني، بصوا الطبق نضيف، ولا لزقت فيه رقاق، والسهوله وكل حاجه سهله يا جماعه. عشان كان في ناس يجوا يقلبوها، لا الصينيه تتبهدل منهم وتتقطع ويحتاسوا. لا انا بتكلم بسرعه عشان انا مسرعه الفيديو، لان الفيديو طويل. بصوا بقى المحشي، الله بجد ده ورق العنب. الطبق يا جماعه سر لازم تحطيه، بيكتم وبيسوي المحشي وما بيخلوش يفك، واخر جمال. وخلاص كده العزومه جهزت. ليه بقى كمان ما تعبناش؟ لان مجهزين الحاجه دي قبليها بيوم. انا منزله لكم الفيديو على القناه بتاعتي، يوميات مطبخ سهير جاد، اشتركوا فيها. غير مطبخ سهير جاد يا جماعه، عشان القناه دي فيها حاجات حلوه جدا جدا بجد، ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. هنا بقى خلاص خلصنا الاكل. تعالوا بقى بصوا المحشي بقى مفرفط وجميل ازاي، بصوا جماله شايفين؟ رهيب، ريحته قلب الدنيا. انا سبكت وعملت الحاجات دي كلها، كنت مجهزاها من الفيديو اللي فات.
فاللي عاوز يتابع الفيديو ويشوف عملنا ايه في الفيديو اللي فات بالظبط على نفس القناة دي. بس ما تنسوش تشتركوا فيها، اضغطوا على علامة الجرس علشان يوصل لكم إشعاراتي. اهو يا سلام بقى، هنحط حتة سمنة بلدي. انا الله بجد انا جعت. بصوا المحشي مفلفل وجميل ولونه جميل ازاي. تعالوا بقى نحط كمان ورق العنب. وزي ما قلت لكم يا جماعة، مش ضروري نرهق نفسنا بقى علشان أنا أعمل عزومة في رمضان أعمل لحم. لا يا جماعة بالله عليكم خلاص. وزي ما قلت لك اللي بيحبك هيجيلك، وهتبقى لأي لقمة أنت عاملاه على قلبه زي العسل. هي الفكرة مش عملية إن إحنا نجهد نفسنا وتروح لزوجك هاتلي كذا وهاتلي كذا ده أنا عازمة. لا بالله عليكم ما تضغطوش، الحياة مش مستحملة. خلوها تمشي كده وإن شاء الله هتبقى زي الفل. إن شاء الله هتبقى عسل، ورمضان هيجي عليكم وانتوا في أحسن حال. تعالوا بقى كده بصوا، أنا بوري لكم بس صينية رقاق مهدية الفيديو. بصوا من تحت شكله عامل إزاي. تعالوا علشان كمان إيه نطلعه أهو. مرضتش أسرع الفيديو علشان محدش يقول لي إيه بصي أنتي بتسرعيه ما بنشوفش. شايفة صينية الرقاق طالعة إزاي. بصوا جمالها. بصوا من تحت ده فطير مش رقاق. الله بجد. قطعيه بقى وقدميه كده على السفرة. بصي خطير. اعملوا صينية الرقاق بالطريقة دي، اعملوا الفراخ المحشية بالطريقة دي على رمضان، ويا رب يوسع رزقكم. اللهم امين يا رب العالمين. واهم حاجة ان ربنا يبارك يا جماعة. والله اهم حاجة البركة ان ربنا يحفظ لك ولادك. ما يتعبوش، ما يروحوش للدكتور، انت ما تتعبيش، هي دي البركة. صدقوني. بصوا الفراخ خطيرة. تعالوا كده نشوف الحشو من جوه عامل ازاي. اعملوا حشو الفراخ او البط بالطريقة دي يا جماعة. الرز مفلفل وخطير. تعالوا نشوفوا كده قدام الكاميرا. بصوا شايفين. الله بجد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك واعملي اشتراك في القناة دي، واعملي دوسي على الجرس عشان يوصل لك كل اشعاراتي. كفاية بقى يا سهير. اقول لكم ايه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. وحمزة حبيبي كان هيجي ياخد محشي، قلت له يلا احنا هنحط الاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.